وقعد على كرسي منهم وطلع من جيبه علبة فيها ورق كوتشينة. فلما سام اللي هو المساعد بتاعه شاف كده استغرب. في فيديو النهاردة هنحكي قصة الحرامي اللي قدر يخلي البوليس يحرسه هو والحاجات اللي كان سارقها. ومش بس كده، لأ، ده كمان قدر يخليهم يحموه من الضحية اللي اتسرق منها الفلوس. فحضر بقى جنبك بقسماطك ومج الشاي بحليب بتاعك وخلينا نبتدي. في يوم من الايام كان في اتنين حراميه، واحد فيهم اسمه فرانس والتاني اسمه سام. وفرانس ده زي ما تقول كده كان العقل المدبر، وسام المساعد بتاعه. فاخونا فرانس ده كان حاطط عينه على قصر وعايز يقشطه، ففضل متابعه من بعيد لحد ما عرف ان القصر ده ساكن فيه راجل لوحده ومفيش حد تاني عايش معاه. واول ما اتاكد من كده ما كدبش خبر، وراح واخد الصبي بتاعه وهجموا على القصر. واول ما دخلوا فضلوا يفتشوا في اوضه المكتب لحد ما لقوا الخزنه. فدخل عليها فرانس وبخبرته قدر يفتحها من غير ما يعمل اي صوت ومن غير اي خدش طبعا، يعني تشوفها تقول ان هي مفتوحه بالمفتاح بتاعها. وخلال ما كان سام مشغول بان هو يطلع الفلوس من الخزنه عشان يحطها في اي شنطه، كان فرانس جاب ترابيزه وحط حواليها 3 كراسي وقعد على كرسي منهم وطلع من جيبه علبة فيها ورق كوتشينة. فلما سام اللي هو المساعد بتاعه شاف كده استغرب وقال له خلينا نهرب دلوقتي قبل ما يحس بينا الراجل اللي نايم فوق ده، ونبقى نلعب كوتشينة براحتنا لما نروح. ففرانس راح مزعق له وقال له انا اللي بأمر هنا، اعمل اللي هقولك عليه وما تعارضنيش. وراح فتح الدولاب اللي بيبقى فيه الويسكي وطلع 3 ازايز و3 كوبايات وحطهم على الترابيزة، وقعد وطلب من سام ان هو يروح يجيب كل الفلوس اللي في الخزنة ويحطها على الترابيزه جنب ازاز الويسكي. فسام نفذ كلامه وهو مستغرب جدا، وبعد ما خلص لقاه بيقول له اقعد لاعبني. فسام انبهر جدا وقال له ايه؟ قال له اقعد لاعبني. فسام نفذ كلامه وهو خايف جدا، وفضلوا يلعبوا ويسكروا والفلوس مرميه قدامهم على الترابيزه. وفي الكاس الرابع فرانس راح باصص لسام وقال له قوم شغل التلفزيون وعلي صوته على الاخر. فسام قام ينفذ اللي فرانس قال له عليه، وفي نفس الوقت كان خايف جدا ومتردد، بس في الاخر نفذ اللي طلبه منه. واول ما التلفزيون صوته على، صاحب القصر صحى على الصوت العالي اللي جاي من اوضه المكتب وعرف ان في حراميه في المكتب. فراح واخد مسدسه ونزل لهم وفتح باب المكتب وقال لهم اثبتوا مكانكم. ففرانس بصله بقرف ورجع بص لسام تاني وقال له سيبك منه وكمل لعب. فلما صاحب القصر ما لقاش منهم رد فعل راح متصل بالشرطه. واول ما الشرطه جت قال لهم الحراميه دول دخلوا القصر وانا نايم وسرقوا الفلوس بتاعتي. فالشرطه سالته الفلوس اللي على الترابيزه دي بتاعتك؟ قال لهم اه وهم اللي سارقينها. فراح قايم فرانس من مكانه وقال للظابط الراجل ده كذاب وانه جابهم عشان يلعبوا معاه قمار، واول ما كسبوه وخسروه كل الفلوس اللي محطوطه على الترابيزه طلع مسدسه وهددهم يا اما يخرجوا من بيته ويسيبوا كل الفلوس اللي كسبوها، يا اما يبلغ الشرطه بحجه انهم حراميه. ولما رفضوا يخرجوا بلغ الشرطه. فبص الضابط على الخزنه وطريقه فتحها والتلات ازايز ويسكي اللي محطوطين على الترابيزه والفلوس اللي مترميه وورق الكوتشينه اللي متبعتر هنا وهناك، وقال لصاحب القصر بقى انت تلعب قمار في بيتك ولما تخسر تروح متصل بينا عشان تضيع لنا وقتنا ببلاغ كاذب؟ لو عملت كده تاني هرميك في السجن. ولما فتح الباب عشان يخرج نده فرانس وقال له يا سياده الضابط انت لو مشيت وسبتنا اكيد هيقتلنا، فيا ريت تاخدنا معاك في طريقك. وخرج فرانس وسام من القصر ومعاهم الفلوس والشرطة بتحميهم. وبس كده فيديو النهاردة يكون خلص. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، ولو انت اول مرة تشوفني اشترك في القناة وفعل زرار الجرس، ولو حابب انك تنضم لعائلة البليد وتكون من اول الناس اللي بتشوف الفيديوهات اول ما بتنزل، فاحنا بننزل على القناة هنا فيديو كل اسبوع، والفيديو ده بيكون يوم الخميس الساعة 7. فلو قررت انك تنضم للعيلة ابقى عرفني في الكومنتات تحت. وبما انك مكمل الفيديو لحد دلوقتي فانت اكيد فاضي وما عندكش حاجة تعملها، فلو كلامي ده صح تعالى اضيع لك الفضا ده بحلقة كده كنت بتكلم فيها عن من هو البليد او من هو انا. فلو عاوز تشوفها هتلاقي الرابط بتاعها في صندوق الوصف تحت. سلام عليكم.